بص احنا التارجت بتاعنا يعني احنا اشتغلنا 6 ساعات بالليل وهنشتغل 6 ساعات النهارده. انا التارجت بتاعي 600. لا 600 جنيه في ال 12 ساعه. لو عملنا اكتر كويس، عملنا اقل هنفضل نزود لحد ما اقول لكم انا 600 جنيه عملتهم في كام ساعه بالظبط. فتحنا نصور لكم فيديو. قال لي ايه عم الياس عم اليوتيوب حبيبي يا عم؟ كل يوم بتفرج عليك. ايه رايك في الشغل؟ لا زي الفل، انا الدنيا لسه تمام؟ جديد والدنيا تمام زي طب الفل. ما نزلتش معايا ليه؟ ما كنتش لحقتك والله بجد ما كنتش حصل خير لحقتك. حصل خير. عايز حاجه؟ انت محتاج حاجه؟ زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ اخيرا بعد انقطاع حوالي شهر ونص نزلنا نفتح دلوقتي اول شيفت في طلبات. هوريكم بقى ايه التحديثات اللي ظهرت على الابليكيشن واخبار التسعيرة الجديدة اللي هتبقى تطبق من يوم 10. واللي هيكمل الفيديو للاخر هيبقى ليه عندي مفاجأة دي مني انا ليه اللي هيكمل الفيديو للاخر. النهارده هنشتغل 6 ساعات عشان عندي بكرة شيفت الصبح. هوريكم ال6 ساعات بالليل هنعمل كام اوردر وفلوسهم كام. وهنشتغل برضو الصبح حوالي 6 ساعات من 8 الصبح. هوريكم برضو الشغل عامل ايه الصبح وانا طلعت كام من شيفت بالليل ولا شيفت الصبح احسن. احنا اخترنا الشيفت 6 ساعات اهو. هشتغل 6 ساعات. بص عندنا المدفوعات يعني الاوردرات اللي احنا عملناها فلوسها كام يعني. بص هتظهر دلوقتي صفر بس هو النت بطيء شويه. هنشوف بعد ال6 ساعات ما تخلص احنا عملنا كام. الشيفت المفروض يبدأ 9:30. احنا ينفع نفتحه قبلها بنص ساعة. هنبدأ الساعة 9 ان شاء الله. بتمطر فلبسنا الطاقية الزونت ده ان شاء الله. رب ندعي بقى باللي نفسنا فيه ان شاء الله. ربنا يكرمنا ويوفقنا ويحقق احلامي واحلامكم ان شاء الله قريب. خلاص كده هو جايز ان انا ابدأ الشيفت. بص قبل الشيفت بنص ساعة هندوس بيت لازم هيطلب صورة. احنا مصورين الصورة كده مبين ملامح وشنا. انا متغطى عشان المطرة بس. دوس تأكيد كده. خلاص كده فتحنا الشيفت. كده اي اوردر هيجي هيتقبل لوحده حتى لو احنا قافلين التليفون. خلينا نروح مكان اقرب بيجي منه اوردرات تبقى قريبة وكده. لسه فاتحين اهو ما كملناش دقيقتين. جالي اوردر من اكسبشن اوردر ب 30 جنيه. تمن التوصيل 20 وعليه 10 جنيه تبس. هنروح نستلم اول اوردر نوصله ونشوف المدفوعات تتحسب لنا بكام. قبلنا اول اوردر ورايحين في الطريق نستلمه ونوصله ان شاء الله يطلع قريب عشان هو معلهوش مسافة. بتمطر فتقريبا فيها شغل فيها ضغط شغل. عشان اول ما فتحت ما كملتش دقيقتين بالظبط راح جالي اوردر هنروح نستلمه. الاوردر كمان عليه اكراميه 10 يعني الاوردر كله ب 30 جنيه. شوف هياخد معانا وقت قد ايه من الاستلام والتسليم. ونشوف مثلا في الساعه اول ساعه نشتغلها دي عملنا معدل قد ايه. ده الكلام ده كله قبل زياده التسعير. ريسبشن وصلنا المطعم نركن العجله بره ونخش نستلم الاوردر دلوقتي. نستلم على الابليكيشن نصور الاوردر هيظهر اللوكيشن بتاع العميل وكل حاجه. بص احنا هنا والعميل اهو سايب لنا 10 جنيه اكراميه يعني الاوردر عامل 30 جنيه بالظبط. الاوردر اهو احنا نوديه. الاوردر اهو احنا في الاسانسير. ده اول اوردر تقريبا يعني خد معانا تلت ساعة. هنسلم تحت دلوقتي اول ما نسلم الاوردر ونشوف الدنيا فيها ايه. دلوقتي الساعة بص دلوقتي الساعة 29:30 يعني في نص ساعة بالظبط. ما رضيتش اسلم الاوردر هناك. ما رضيتش ادوس تسليم على الابلكيشن هناك عشان ما يجيبليش المطاعم اللي هناك مسافتها بين بعضها بعيدة فهيجيب لي ايه اماكن بعيدة. قلت اروح بقى الدقي المكان اللي انا شغال فيه. خدت استراحة هروح مسلم هناك وفاكر الاستراحة يجيلي اوردرات منين من المطاعم اللي هي قريبة وبتودي اماكن قريبة. الكلام ده هتفهمه يعني مع الخبرة والله. هندوس توصيل الطلب كده ايه احنا وصلنا الطلب كده. المفروض احنا ايه خدنا بريك. هنروح ايه فكين البريك. بص كده في ساعتين
يعني دلوقتي الساعة بالظبط 11 الا واحنا فاتحين الساعة 9، فكده ساعتين الا 3 دقايق. عاملين 5 اوردرات. بص جالنا اوردر كمان من فرغلي، ندفع 100 جنيه وهناخد من العميل 130. بص ده الحساب بتاعنا، الاوردرات اللي احنا عملناها 108 في ساعتين الا بالعجلة 108 جنيه. بص دي المحفظة المديونية اللي بتبقى عليه 78 جنيه. دي فرق الاوردرات، ودي مالناش دعوة بيها، كده بنوردها ايه للشركة. بص الاوردر ده خدناه من فرغلة هنوديه الشارع التاني ورانا بالظبط. الاوردر ده الاوردر السادس، ساعتين و10 دقايق بالظبط كده بالظبط. احنا شغالين حوالي ساعتين وربع، عامل حوالي 6 اوردرات ب 200 بقصدي 130 جنيه تقريبا. هوريكم على الابلكيشن دلوقتي. بصوا عاملين 5 اوردرات، والاوردر اللي هنسلمه دلوقتي هناخد بريك عشان هنروح ناكل. ناخد بريك 5 دقايق عشان ما يأثرش على التقييم. بعد كده ايه ناخد نص ساعة. بص تمام كده البريك هيتفعل لوحده. دفعات عاملين 128 ساعتين وربع، ساعتين وربع عاملين 128 جنيه. كويس يعني، ده كمان قبل التسعير. الشغل ده بالليل يعني الموظفين مش نازلين وقبل التسعيره ما تزيد. احنا شغالين على التسعيره القديمه، لسه التسعيره الجديده هتبقى يوم 10، هتتفعل يوم 10 في اقل من 3 ساعات. ده الاوردر السابع. اقول لكم برضو في خلال الشفت انا صرفت قد ايه وعملنا كام في اخر الشفت، واجيب لكم الصافي يعني في الكام ساعه اللي احنا اشتغلناهم. بص انا مش متعود ان انا اشتغل كتير بالعجله، بدأت الحساسية ووشي بدأ يحمر عندنا في الشتاء. ده كده 7 اوردر دفعات. فاحنا كده بقى لنا 3 ساعات الا شغالين 146 جنيه. كويسة مش وحش. بس هنا جالنا اوردرين نستلمهم ونمشي مع بعض، والاتنين فيزا. بص احنا معانا اوردرين، يلا نوصل اول حاجة اللي هنا، بعد كده نرجع نوصل التاني اللي عليه علامة سوداء. هما الاتنين يعتبر نفس الطريقة. هنوصل ده وناخد الشارع ده ونرجع ايه نوصل التاني. اهو بنوصل اول اوردر فيهم، نروح نوصل التاني، نقعد نشرب شاي او اي حاجه. احسب لكم بالظبط انا صرفت قد ايه عشان نشوف الصافي بتاعنا كام في اليوم. احنا حوالي 4 ساعات ونص عاملين 12 اوردر، عاملين حوالي 230 حاجه زي كده. فكك بقى من كلام الجروبات يقول لك مفيش شغل واصل عميل كلمني وحش. والله لحد دلوقتي حتى زيك ما بقولهاش للعميل. بقول اللي بيني وبين العميل خد الاوردر بتاعك اديني فلوسي خلاص. السنسير ده كاميرات من كل حته. بس الدنيا شغاله الحمد لله تمام زي الفل. ان شاء الله في ال6 ساعات نكون قفلنا 300 ان شاء الله. قلت لكم انا هحسب لكم انا صرفت كام عشان بقى نشوف احنا صفينا كام في الاخر. شوارع فاضيه تخليك تروح تودي الاوردر في ثانيه. بص بيبقى في شغل عن كده بس بيبقى زحمه شويه. ده الاوردر ال13. احنا كده عاملين 13 اوردر ولسه باقي على الشفت ساعه ونص. بصراحه ما توقعتش ان هي ممكن تكون شغاله بالطريقه دي. انا بسلم الاوردر بيجي لي اوردر وساعات اوردرين على طول، بياخدوش وقت، بروح اسلم واستلم على طول. حاجه بقى يكون معاك باور بانك. بص ليه بقى؟ عشان التليفون ما يفصلش، بالذات لو معاك ايفون هيتعبك في الشغل حرفيا بتسلم الاوردر بيجي لك اوردر بعده على طول. بص هنصبر دقيقه مش
جالك اوردر جابت الكرة بيتزا برضه. بص احنا عاملين قد ايه الاوردرات، عاملين 13 اوردر، ده قبل 12 ده بعد 12 كلهم بقى مع بعض. عاملين 13 اوردر ب 264 في 3 ساعات 34 دقيقة. اوردر اللي رحت جبته جاي هنا في نفس العمارة اللي انا كنت فيها. طب بص نفس الاسانسير نفس كل حاجة. احنا بقينا كده المفروض ساعة ونخلص، هنشتغل الساعة دي ونروح. هروح بقى انام عشان عندي شفت الساعة 8 الصبح. ننزل بقى نفطر وننزل الصبح. هي شغل بالليل كويس، فلو لقيت شغل الصبح مثلا زحمة ومش قد كده هنشتغل بالليل على طول. الشغل ده عجلة، المكنة بتعمل اضعاف فلوس واوردرات وكل حاجة. اخر اوردر هنوديه لسه باقي في الشفت حوالي نص ساعة كمان بعد ما نودي الاوردر ده، بس ناخدها بريك عشان بقالي كتير ما اشتغلتش بصراحة فتعبت. هروح. احنا كده عاملين حوالي 16 اوردر، عاملين 300 وحاجة في 5 ساعات ونص. محدش لا بيقولك شيل ولا حد بيقولك حط ولا حد بيشغلك، انت بتشغل نفسك على ابلكيشن حر نفسك. في نفس الوقت فيه فلوس كويسة يعني مش وقت. بص اخر اوردر قريب اهو، احنا استلمناه من هنا نوديه هنا النقطة الصفرا دي. حصل من العميل 338. صباح الخير. اشتغلنا امبارح عملنا 16 اوردر في 5 ساعات ونص، عاملين حوالي 350. النهارده هننزل نفتح الصبح نشتغل 6 ساعات الصبح. الصبح حلو، النفسية بتبقى حلوة، الشكل كده. الشغل بالليل بيبقى اكتر. بص يا اسطى كانت بتمطر شارع ملكية شوية. انا رايح دلوقتي افتح عشان ما اسجلش تأخير. ملحقناش نروح نفطر، هنروح نودي الاوردر ده في السريع كده بعد كده نرجع نفطر ونشرب القهوة. امبارح صرفت حوالي 50 جنيه وكان كبس حوالي 70 جنيه، فيعتبر ما صرفناش حاجة. فاشتغلنا ب 350 صافي ما صرفناش منهم حاجة. النهارده بقى نشوف الدنيا ايه خير ان شاء الله. احنا داخلين على الموقع ده، الدنيا الصبح بدري عند المادية كان في مطر. والاوردر الصبح وصلوا نروح نشرب قهوة وناخد بريك شوية، بعد كده نكمل شغل عادي. بص الاوردر ده محسوب لنا ب 35 جنيه لان العميل سايب 15 اكرامية بيتزا ضاف لنا برضه. اخر الشارع في شمال تمام. بص احنا التارجت بتاعنا يعني احنا اشتغلنا 6 ساعات بالليل وهنشتغل 6 ساعات النهارده. انا التارجت بتاعي 600. لا 600 جنيه في ال 12 ساعه. لو عملنا اكتر كويس، عملنا اقل هنفضل نزود لحد ما اقول لكم انا 600 جنيه عملتهم في كام ساعه بالظبط. بص احنا استلمنا الاوردر منين اهو، الشارع اللي وراه على طول. العميل سايب لنا 10 كراميه والاوردر ب 20 كده 30 جنيه. جانا اوردر من منقوشه عليه 15 جنيه كراميه يعني ب 35. هنروح نوصله والظهر بيأذن هنصلي ونخلص صلاة ونكمل شغل تاني. بص الاوردر ده عليه 15 جنيه تبس دي كرامية غير الفلوس بتاع الاوردر. بص هو في الشارع اللي وراه 35 جنيه كده، هو سعره 20 وعليه كرامية 15 يبقى كده كله 35. الظهر أذن فاحنا هنروح نصلي عشان ربنا يبارك. مهما كنا بنعمل لو ما صليناش تلاقي البركة اتنزعت مش
تعرف تعمل فلوس، هتحس ان انت شغال على الفاضي. احنا معانا اوردر من سيتي كريب، بوريك احنا حققنا قد ايه من التارجت. يعني بقالنا 50 جنيه ونبقى حققنا التارجت في اقل من 12 ساعة، يعني حوالي 9 ساعات ونص. باقيلنا اوردر ويبقى كده حققنا التارجت، هم 600 جنيه في اقل من 12 ساعة. بس انا بصراحة دلوقتي جوعت مش قادر اتحمل بصراحة. انا فطرت فطار خفيف، تنزل بطني وجعاني وعندي حموضة بقى ففطرت فطار خفيف. اكلت هو سندوتش فينو كده فيه جبنة عشان اشرب كوباية القهوة. انا دلوقتي جوعت فهروح اكل، بس محتار اكل ايه؟ ناكل فول وطعمية ولا ناكل كشري ولا جبن وتونة وسندوتشات؟ هشوف دلوقتي هاكل ايه، وبعد كده لو قدرت كده كده باقيلي اوردر على التارجت بتاعي اللي انا حاطه عملته. لو لقيت نفسي قادر ان انا اشتغل خلاص، ما لقيتش نفسي مش قادر هروح، لان انا لسه منتج الفيديو ده وعندي شغل في الشركة بكرة وحوار. اكل تعالوا كلوا. الحمد لله عملنا التارجت اللي حطيناه، وهنكمل بقى عشان باقي حوالي ساعة ونص او ساعتين هنكملهم عشان التقييم بتاعنا ما يقعش. بص هنشوف دلوقتي احنا عاملين كام. شفت امبارح وشفت النهارده 593، يعتبر حققنا التارجت، بس هنكمل عشان التقييم بس. احنا عاملين 27 اوردر، ده لسه الساعات الجديدة ما اتضافتش، هيبقى كلهم حوالي 11 ساعة، عاملين 593 جنيه. انت لو حطيت تارجت لنفسك مثلا 30 اوردر هيبقى 600 وشوية. بس كده الحمد لله رضا. شوف احنا عملنا شفتين امبارح والنهارده 28 اوردر ب 613 جنيه، كانوا 65 جنيه كرامية، ده 6 ساعات وهيضاف عليهم حوالي 5 ساعات كمان، هيبقى حوالي 10 او 11 ساعة. ده مختصر الشغل في طلبات يعني والضغط في طريقة الشغل. دي العجلة بتاعتنا شغالين عليها. طب حد هيقول لي انت ليه بتعرض الارقام دي عشان الحسد؟ بص انا نيتي خير، فانا ان شاء الله ربنا مش هيضرني. انا بعلم الناس وبعلم الناس ازاي تشتغل وتستفيد، بدل ما يروح يشتغل 12 و 14 ساعة في مطعم ب 150 و 200 جنيه حرام. انت ممكن تيجي هنا تشتغل حر، مفيش حد واقف فوق دماغك، مفيش حد بيجي يقول لك اعمل وسوي، وتدخل دخل كويس. يعني 600 يعني انت بتتكلم حوالي 18000 في الشهر. قول انا صرفت حوالي مثلا في الشفتين 100 جنيه، التبس اللي على المحفظه بس 65 جنيه، فانا يعتبر اللي صرفته كله ما صرفتش حاجه من جيبي. فهي طلبات كويسه، شايفها افضل شغلانه حاليا، سواء انت معاك مكنه او معاك عجله. ده شغل العجله، انما انت لو معاك مكنه هتدخل ضعف ده. يعني ممكن في ال10 11 ساعه تعمل 1000 جنيه في اليوم، تكون قبضك كل اسبوع مثلا مش اقل من 5000 جنيه وانت تشتغل 10 او 11 ساعه كل يوم. وده انا شايفه حاجه يعني مفيش حد هيديك مقابل الخدمه اللي انت بتقدمها السعر ده. اشوفكم بقى في فيديو جديد. انا رقمي هتلاقوه في الكومنتات لو حد عايز ينزل او يستفسر عن الشغل. سلام.